الأردن تفوز على العراق من غير يزن النعيمات. ألف ألف مبروك للمنتخب الأردني وهاردك للمنتخب العراقي. أول شيء نتمنى السلامة ليزن النعيمات لأنه ممكن إصابته تكون رباط صليبي، لكن إن شاء الله نقول لا. ثاني حاجة، إذا ما شفت الدفاع الإيطالي تفرج اليوم على المنتخب الأردني، مو طبيعي. سجلوا من بلنتي وبعدين سابوا الكورة كلها للعراق. في ميزة اكتشفتها في لاعبين الأردن، الاحتفاليات الغريبة يا أخوان. كل ما يسجلوا هدف احتفالية غريبة وشكل غريب. شوف احتفالية اليوم إيش. لكن يا أردنيين حتواجهونا الآن في نصف النهائي، فيا مرحبا بيكم. تنسوا تدق الفوز لأنه لسه باقي حننقل مباراة كأس العرب. اول شيء مبروك للمنتخب الاردني وهارد لك للمنتخب العراقي. يا جماعه اللي بدي احكي لكم اياه، عندنا حارس مجنون قسما بالله. ابو ليلى ابدع بالمباراه وهو اللي انقذ المنتخب الاردني بالدقائق الاخيره. لولا ابو ليلى يعطيك العافيه يا جماعه. الحمد لله رب العالمين. شكرا ابو ليلى. مبروك للمنتخب الاردني. هارد لك للمنتخب العراقي. المنتخب الاردني الى نصف نهائي بطوله كاس العرب. ألف ألف مبروك منتخبنا الأردني الفوز على المنتخب العراقي والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب كما هو متوقع. كما هو متوقع يا إخوان. للأمانة المنتخب العراقي هارد لك، أقسم بالله قدمتوا شوط ثاني عالمي، أقسم بالله أحييكم، قدمتوا شوط ثاني عالمي. بس في ضربة جزاء. هارد لك من القلب للمنتخب العراقي، والله هارد لك من القلب. أنا بس بدي أعرف شغلة، ليش مدربنا جمال السلامي ايش يفكر على الشوط الثاني لعب بالاسلوب الدفاعي هذا؟ بس ما علينا. بس في ضربة جزاء. الف مبروك لمنتخبنا وهارد لك للشعب العراقي. يجيني واحد يقول لي راح نعوض بكاس العالم، احنا هسه هنا ماكو شي ماكو، لا تقول لي شوط ثاني ما ادري شنو، احنا نريد هدف ماكو، شنو الهجمات اذا ما بي هدف؟ شو اسوي بالهجمات؟ والله العظيم غير، كرهت التشجيع المنتخب وحتى روحي لعبت من المنتخب العراقي. يزيد ابو ليلى يمنح الاردن الافضليه والتاهل للسيمي فاينل لمواجهه السعوديه. كل تصدياته حاجه، ولكن التصدي الاخير هو اهم حاجه، هو اللي يبقي على امل الاردن والتاهل لنصف النهائي. وللامانه النهارده المنتخب العراقي يفتقد بقوه لايمن حسين في كل العرضيات اللي اتلعبت، ما فيش ولا مهاجم يستغل ولا اي لاعب حتى. المباراه القويه حسمت بهدف وحيد فقط برغم كل الهجمات اللي شفناها عن طريق ركله جزاء بيحسمها على علوان ويسجل للاردن. مليون مبروك للمنتخب الاردني. مباراه دفاعيه ملحميه، ولكن هارد لك للمنتخب العراقي. مباراة أسطورية بيقدمها على كل النواحي، ولكن يقف أمامهم يزيد أبو ليلى. عاجل يا أخوان، النشامة وين؟ في الدور الأربع. لا 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 لا، مبروك يا أردن التاريخ، مبروك يا من عبرت للمونديال، مبروك يا صيف آسيا. تأهل مستحق، تأهل أتى بعرق الجبين، تأهل رغم غياب يزن العرب التعمري حداد وإصابة أهم لاعب النعيمات. مبروك يا نشمي، أنا بحلم بيك. وفي نصف النهائي مستنيك هاردك للعراق الحبيبة. أسود الرافدين قدموا بطولة تاريخية، يبدو بأن الظروف لم تخدمهم، ولكن الأردن والسعود يدير بديره. البطولة يجب أن تكون لعرب آسيا، يجب أن تكون البطولة سعودية أردنية بحول الله وقوة. لا يكفون ويعطوني. ألف مليون مبروك للمنتخب الأردني وألف مليون هارد لك للمنتخب العراقي. مقولة الحارس نصف الفريق طبقها يزيد أبو ليلى اليوم ضد المنتخب العراقي. يزيد أبو ليلى اليوم تصدى لكرتين من علي جاسم وكرة أخيرة يعني على طريقة مارتينيز أمام المنتخب الأرجنتيني، وبيستحق يأخذ أفضل لاعب في المباراة. اليوم يزيد أبو ليلى حارس الأردن عمل مباراة كبيرة أمام المنتخب العراقي يلي قدم شوط ثاني قوي، شوط ثاني عمل فيه كل اشي، بس ولكن كان يزيد بالمرصاد. هذا الاشي يلي شفناه، بس ولكن مباراة جميلة. ألف مليون مبروك للفائز، هارد لك للخاسر. مباراة فيها من الروح الرياضية، جمهور عظيم، بطولة عظيمة في بلد عظيمة، قسما بالله بطولة كأس العرب. كل مباراة في كل مباراة بتثبت بأنه تستحق أن تكون كل سنة، لأنه هاي الأجواء مستحيل نتحمل نستنى 4 سنوات لحد نعيشها. المنتخب العراقي في عنده مباراة مهمة أمام بوليفيا للتأهل إلى كأس العالم 2026. كل التوفيق للمنتخب العراقي وكل التوفيق للمنتخب الأردني في نصف نهائي كأس العرب أمام المنتخب السعودي. شكرا قطر، شكرا لكأس العرب، شكرا للأردن، شكرا للعراق، شكرا لكل حدا بيتابعنا. واخيرا تاهل، خلاص تاهل. لا حدا يجي يحكي لي ما لعبتوا قضيناها دفاع وتاهلنا. يا اخوان قسما بالله مش مصدق، يا اخوان قسما بالله منتخب العراقي اخر المباراه خلص انا قلت راح يسجلوا، لكن الرجوله والشهامه النشميه منعت كل شيء. والله خاوه، والله هذا المنتخب انا بقول لكم راح ياخذ كاس العرب. الاردن راح تاخذ كاس العرب ويرجعوا لي. الحمد لله.
لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة مننا، والسلام.